السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أقول لكم على أنواع الحافظات المختلفة للسجاد والفرق بينهم وطريقة التنظيف وإيه العملي وإيه اللي بيدخل الغسالة وإيه اللي ما ينفعش إن احنا ندخله الغسالة. تمام. أول نوع عندنا النوع اللي هو الشاج ده مش كويس. لأن الحاجات لما بتقع فيه ما بنعرفش ننضفه كويس بالمكنسة وتنظيفه لازم نشيل الحافظة وننفضها جامد عشان خاطر الحاجة اللي جواه الصغيرة دي تطلع منها. ده غير ان هو غسيله برضو بيبقى صعب، وده غير ان هو بعد فترة كمان اللي هو الشاك بتاعه ده ذات نفسه بيبدأ كده بيبقى شكله مش حلو زي ما بنكون اول ما بنبقى جايبينه بعد غسيل مثلا مرة او مرتين، فما انصحش بيه، لا مش حلو. في نوع تاني من الشاج اللي هو بديل السجاد، اللي هو بيبقى بيتباع في المحلات، بيبقى ملفوف كده زي واقف زي السجاد بالظبط. النوع ده كويس، بيبقى الظهر بتاعه كده عامل زي الموكيت اللي هو القديم اللي هو كان بيبقى موجود زمان، والشاك بتاعه بيبقى صغير جدا، فالنوع ده كويس. خلاص. في حاجة تاني اللي هو البديل سوري، الحافظة اللي بيبقى ظهرها جينز، واللي هي بتبقى تحسيها كده طبقتين. دي هي بتبقى كويسة في الأول، لكن بعد فترة بيبدأ اللي هو الظهر ده ويفصل شوية عن الحافظة من قدام اللي هي القطيفة، وبرضه بيبقى تقيل قوي، بيبقى صعب ان هو يدخل الغسالة، فبنضطر ان احنا نغسله لا اما بالفرشة لا اما بقى في البانيو. تالت حاجة اللي هي بيبقى ظهرها محبب وبتحسيها كلها كده حاجة واحدة منها فيها. دي برضو بيبقى نوعها كويس، الا ان هي برضو لو هي ناشفة شوية فما بتدخلش برضو غسالة الهدوم وكده، الملابس حتى لو هي مثلا 13 كيلو. تاني حاجة عندنا بقى اللي هو بديل السجاد ده اللي هو بيتباع برضو عند محلات اللي هي بتبقى عندها الحافظات وكده، بس برضو بيبقى لافينه كده وواقف زي السجاد بالظبط. النوع ده كويس، ما بيتزحلقش، او يعني مش محتاج ان احنا نحط سجادة تحتيه، الا ان هو حتى لو حجمه صغير فهو ما بيدخلش الغسالة بتاعة الهدوم، لان هو بيبقى الضهر بتاعه ناشف شوية فما بيدخلش. تمام. فانتوا بس هو بيبقى سهل جدا في التنظيف، اغلبيه الوانه بتبقى فاتحه وبيبقى شكله حلو جدا، بس وانتوا بتجيبوا خلوا بالكم تجيبوا اللي هو الوش بتاعه بيبقى قطيفه، ما يبقاش اللي هو خشن شويه عشان الخشن شويه او اللي هو مش الوش بتاعه من القطيفه مع الاستعمال الالوان بتاعته بتبدا تروح، وبتبدا يعني زي تجرب كده. وانتوا برضو بتجيبوا الحافظات اللي هي بديل السجاد دي، ما تحاولوش تجيبوا حاجه فيها اسود او كحلي يكون غامق، لان مع الوقت اللون بتاعها بيروح. هاتوا مثلا لون يكون وسط، مش فاتح قوي برضه، عشان طبعا بتوسخ بسرعه، الالوان الفاتحه دي بتوسخ بسرعه جدا. الا بقى لو انتوا هتحطوها في اوضه مثلا غير الاوضه اللي انتوا مثلا بتبقوا قاعدين فيها طول النهار او كده، فلو هتحطوها مثلا في اوضه نوم ما بيبقاش الدخول والخروج عليها كتير او كده، فتمام ماشي هاتوا الفاتح. او مثلا في الريسبشن ما حدش بيقعد كتير فيه، فاوكي. لكن غير كده لا، ما تجيبوش اللي هو الالوان الفاتحه قوي دي، غير لما لو انتوا في مكان مثلا تكونوا قاعدين فيه طول الوقت. تمام. بعد كده عندنا نوع تاني اللي هو بيبقى الظهر بتاعه شوية خشن كده، بيبقى اسمه لباد او حاجة زي كده، بيبقى ناشف، بيبقى لونه ابيض وناشف. النوع ده طبعا كويس، بس اهم حاجة برضو الوش بتاعه يكون ناعم كده وقطيفة، لان هو برضو ما بيدخلش غسالة الهدوم، حتى لو الغسالة مثلا كبيرة 12 كيلو او 13 كيلو. لكن منه لو الحجم صغير منه زي مثلا المشاية اللي هي مثلا عرضها 80 سنتي والطول بتاعها 2 متر، فده ممكن يدخل عادي. لكن غير كده اللي هو الحافظه التانية اللي هي مثلا لو سجاده او كده لا، فمش هتخش. الوانه برضو بتبقى حلوه وفاتحه، بس زي ما قلت لكم كده هاتوا برضو اللي هي الوش بتاعه يكون قطيفه. طيب في نوع تاني بيبقى الوش بتاعها قطيفة والظهر بتاعها من تحت اللي هو الدوتس كده اللي هو المحبب ده برضو كويس، لان هو برضو هتلاقيه تقيل شوية، فممكن ما يدخلش غسالة الهدوم. هي صراحة أغلبية وفي طبعا النوع اللي هو التقليدي اللي كان موجود من فترة كده أو موجود من زمان، اللي هي الألوان بتاعته اللي هي التقليدية دي، اللي هو بيبقى رق واحد اللي هو بيتحط على السجادة كده على طول. ده طبعا تمام بيخش معانا عادي غسالة الهدوم لو هي أكتر من 5 كيلو، لو هي الحافظة كبيرة 2 في 3، لكن لو الحافظة صغيرة فبتدخل عادي، ما بيبقاش فيها مشكله. طيب في نوع تاني بقى، نوع كويس جدا، اللي هو بيبقى الظهر بتاعه دوتس كده، بس الحافظه ذات نفسها بتبقى طريه جدا، يعني اللي هو مثلا ممكن انت كده تمسكيها تلفيها تحطيها مثلا في شنطه صغيره. النوع ده انصحكم بيه جدا لو لقيتوه، هو بيبقى سعره برضو مش عالي قوي ومش قليل، يعني مش زي الحافظات العاديه وكده، بس عايزه اقول لكم النوع ده حلو جدا، بيتحط في الغساله وبيتغسل بيطلع زي الفل. حجمه بيبقى صغير، بس ده طبعا بيبقى محتاج ان احنا نحط تحتيه سجادة. فانا شايفه ان احنا اغلبيه الانواع ما بتتحطش في غساله الهدوم، وانا شايفه ان احنا اصلا بنجيب الحافظه عشان نغسلها كل شويه،
مش اللي هو بقى أنا كل شوية نغسلها، هو الحاجات دي تنضيفها سهل، اللي هي الحاجات اللي هي طالعة موضة اللي هي 3D والوش بتاعها بيبقى قطيفة، ده بيبقى تنضيفها سهل، ممكن بفرشة كده وشوية مسحوق صغيرين بتدعكيهم وبتنضف. بس برضه بيبقى يعني ايه، احنا محتاجين حاجة نحطها في الغسالة وننسى بقى الموضوع. فانا انصحكم بالنوع اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هو الوش بتاعه بيبقى قطيفة شوية ناعم، والظهر بتاعه بيبقى دوتس، وتمسكي كده الحافظة تلاقيها كلها بقت يعني فاهمة، يعني اتعملت كده على بعضها، يعني بقت صغيرة. فالنوع ده حلو جدا، لو لقيتوها هاتيه. مقاسات بقى الحفاظات اللي عندنا، بيبقى عندنا مشايات في 80، العرض بتاعها في 2 متر، وفي 80 في 3 متر، هي دي مقاسات المشايات اللي موجودة. في بقى حفاظات بتبتدي من اول العرض بتاعها 160، وبعد كده اكبر حاجة 2 في 3، دي اللي هي الحفاظات اللي موجودة عندنا. التنظيف بقى بتاعهم طبعا هو ما بيدخلش غسالة الغسالة الهدوم بتاعتنا، فاحنا هنضطر ان احنا بفرشة كده وشوية مسحوق صغيرين، بس فرشة تكون ناعمة، يعني ما تكونش حاجة خشن، ما تكونش فرشة الشعر بتاعها خشن، لأ، يعني انعم فرشة عندكم. وتنضفوها بيها، وهي بتنضف على طول، بيبقى تنظيفها سهل. وطبعا تشطفوها كويس وتنشروها، لكن هي بتخش الغسالة، فطبعا عايزة اقول لكم ان احنا ما ينفعش نشغل عليها العصر، يعني نلغي العصر واحنا بنعملها. طبعا ما ينفعش نستخدم عليها ميه سخنه، احنا بنغسل بميه ساقعه وبنلغي العصر، لان العصر ممكن مع الوقت الحافظه تبدا اللي هو الظهر بتاعها من ورا يقشر، او تبدا او يعني تبقى مكرمشه قوي في بعضها، فالافضل ان احنا نلغي العصر عشان كمان نحافظ على الحافظه فتره اطول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.